اللي قريبه من فرع عباس العقاد تحضر. صلي على رسول الله. فرع مدينه نصر، نصر كشري التحرير، عباس العقاد. بكره في فرع مدينه نصر باذن ربنا عندنا عظمه بكره باذن الله. باكجاتك كام بيجامه؟ 8 بيجامات نص كم. ايه؟ قطنيات. ايه؟ 9 بيجامات نص كم قطنيات. اقل سعر قطعه فيهم بتتباع ب 400 جنيه. بكره بكام؟ قبل ما اقول لك سعرها وقبل ما اقول لك الباكج ده، 9 بيجامات نص كم قطن. بكره في فرع مدينه نصر وعباس العقاد عايزين نكسب، طالعين نفرحكم وطالعين نوزع هدايا. لسه عاملين خط انتاج جديد شغل بيتباع بره بارقام. قطعه زي دي بتتباع بره 300 جنيه و350 جنيه، ب 160 جنيه 160 جنيه يا احمد امان. عشان مين اللي عامله؟ ملوك السعاده. جوني كده زوم. اللهم صل على سيدنا النبي. فاحنا طالعين نكسبهولك. احنا طالعين في فرع عباس العقاد في مدينه نصر. اللايفاتنا بنطلع اليومين دول نفرحكم بشويه هدايا ونعرفكم الباكجات والعروض الجديده. طب عشان اقول لك مبروك عليك القطعه دي من خط انتاجنا، واللي نقول لها الف مبروك هنكلمها ونقول لها القطعه حلوه في اللبس، القطعه حلوه في الغسيل، عشان تقيم لنا الشغل اللي احنا بنعمله. بنسعى ان احنا نديكي خامه وجوده، والسعر علينا، والهديه انت اللي ايه تستفادي بيها دلوقتي عشان تكسبي معايا. وعشان اقول لك الف مبروك تعملي ايه؟ قلوب كتير وتمنشيه لاختك وصاحبتك. قلوب كتير وتمنشيه لاختك وصاحبتك. زي مين؟ قلنا اهو طالعين نوزع عليكم هدايا. ملوك السعاده عايزين يفرحوا عرايسهم وبس. قلنا القطعه دي هديه لاكتر واحده تعمل قلوب ومنشنات. وبعد ما نوزع الهدايا نبدا نفرجكم على العروض ونفرجكم ايه على الباكجات المتاحه. صلي على سيدنا النبي. رزق من القطعه دي قلنا اهو على عينك يا تاجر. اللي بتعمل قلوب كتير اللي بتمنشن لاختها استاذه رحاب احمد. الف مبروك. مبروك مبروك عليكي قطعه جاتوهايه تدفع 10 جنيه تاخديها هديه. وقبل ما تمشي هناخد رقم تليفونك هنكلمك. الخامه حلوه في الغسيل، الخامه حلوه في اللبس، تدينا رايك في القطعه. ريفيو يا هانم. مش هنديكي قطعه والسلام. مش معنى انها هديه انها تحت السلم يعني. استاذه مين؟ رحاب الاكونت اللي بعده ملوك السعاده طالعين يفرحوا عرايسهم بشويه هدايا. احنا طالعين نوزع هدايا وطالعين نديكي نبذه عن الكوليكشن المتاح. مش عايزين اكتر من كده. فضل الله رقم واحد في مصر في خاماته وفي موديلاته واسعاره. رزق من القطعه دي. وريني. اللهم صل على رسول الله. نخرج وندخل. قلنا اهو الاكثر من المصداقيه التفاعل معانا نكسبها. قلنا عشان تكسبي معايا واقول لك الف مبروك اضغطي على القلوب الكتيره وتفضلي تمنشيه لاختك وصاحبتك. نخرج وندخل. اللهم صل على سيدنا النبي. طالعين نوزع هدايا، طالعين نفرح عرايسنا. على عينك يا تاجر. مش كلام وخلاص. انا ايه؟ انا الاكونت اللي جاي اهو. اولا الاكونت اللي جاي اهو. فين اهي؟ الاكونت اللي جاي اهو. مين اللي جاي دلوقتي؟ اللي هتيجي بمنشن اهي. كنزي. تعالي لا ما لسه مصداقيه تاني. نطلع ونخش تاني. اهي انا واقف اهو. ماشي. المنشن الجاي هقول لها الف مبروك. فين المنشن الجاي هقول لها الف مبروك. اعملي قلوب كتير ومنشني عشان الاكونت بتاعك يظهر. مش شايف ليه؟ اهو مش شايف ليه؟ اهو انا عايز منشنات اهو. فين المنشنات؟ عايز اكسبك. نخرج وندخل ريفريش. نعمل ريفريش اهو للمصداقيه. اعملي قلوب كتير عشان الاكونت بتاعك يظهر. تعالى. اللهم صل على سيدنا النبي. اهو تعالى بقى. طالعين نوزع عليكم هدايا ونفرحكم. استاذه مين؟ شيماء عبد الحميد. استاذه شيماء عبد الحميد. الف مبروك. مبروك. دي تدفع 10 جنيه تاخديها وهناخد رقم تليفونك وهنسالك بعد ما تاخديها خامتها، غسلها، شكلها، طبيعتها، موديلها عامل معاكي ايه؟ كبيره. تعالى لي. لا مش دلوقتي. طالعين نوزع هدايا. ده ايه دي بقى؟ وريني الهديه دي بقى. سد هنا. عروسه دي. سد هنا. صلي على سيدنا النبي. صلي على رسول الله. اللي قريبه من فرع مدينه نصر، اللي قريبه من فرع عباس العقاد تسمع الكلمتين دول. معاكي اول قطعه بيجامه، معاكي 2، معاكي 3، معاكي 4، معاكي 5، معاكي 6، معاكي 7، معاكي 8، معاكي 9 بيجامات نص كم قطنيات. بكام؟ ب 1500 جنيه. ايه؟ 9 بيجامات نص كم بكره فرع عباس العقاد. يا عم انت بتقول ايه؟ شارع عباس العقاد.
بيبيع لك البيجامه ب 1000 ونص، بقول لك هتاخدي 9 قطع ب 1500 جنيه. سامعه يا حاجه؟ القطعه اللي بتجيبيها من بره ب 1500 جنيه انا بديك قدامها 9، يعني دولابك هنقفلهولك. فضل من ربنا، بنسعى ان احنا نوفر لك كميات واعداد وموديلات عشان نفرحك. فضل من ربنا، هدفنا تيسير امور. لما اقول لك 9 قطع ب 1500 جنيه، القطعه ما جابتش 200 جنيه. مفيش الكلام ده اليومين دول. اقل سعر قطعه بيجامه صيفي قطن ب 400 جنيه دلوقتي. حصل 700 جنيه. حصل. لك السعاده هدفهم يفرحوكي ويسعدوكي ويقول لك مبروك عليكي الخامه والجوده والسعر، وتقولي لي ربنا يبارك لك، ربنا يرحم والدك. مش عايز اكتر من كده. بنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فين؟ في مدينه نصر، في عباس العقاد. مجنون. سعر القطعه بره عندنا ب9 1500 جنيه. تتهني بيهم ومبروكين عليكي. بكره فرع مدينه نصر، اوعي ما تستفاديش بالعرض. كمياتك فضل من ربنا كتيره، موديلاتك فضل الله ما فيش اكتر منها. 9 قطع بكره خامه قطن. اللهم صل على سيدنا النبي. بنطلون طباعه سبليميشن بكام؟ 1500 جنيه عشان نفرحك ونسعدك وبس. 1500 جنيه. طب القطعه دي عايزين نكسبها عروسه. يلا خشيك على الشغل التركي بقى. اللهم صل على سيدنا النبي. وريها لي كده. قلنا احنا طالعين نفرح حرايسنا ونقول لهم مبروك عليكم، وبنكسبكم من الشغل اللي احنا عاملينه لكم ومصنعه لكم. طب انت ليه مصنع موديل؟ ليه عامل موديل؟ انا جايباه من عندك كان سعره ب 700 وجاي تدوني النهارده ب 240 جنيه. رزقي. في ناس زعلانه تقول لك انا كنت جايبه ده من عندك ب 600 جنيه و700 جنيه، ازاي النهارده بقى ب 240 جنيه؟ ازاي النهارده بقى ب 160 جنيه؟ ما هو الحمد لله احنا بنسعى ان احنا نرضيكم، بنسعى ان السيوله اللي معاكي تشتري بيها، بنسعى ان الدولاب بتاعك نقفلهولك. طب نقفلهولك ازاي؟ ما شاء الله 3/4 المصانع بنتعامل معاها كل واحد عمال يضاعف في سعر القطعه ومفيش حد عايز ينزل. احنا نسكت نجيب القماش ونودي الشغل ونصنعه عشان ندولك باقل سعر. القطعه اللي انت بتجيبها من بره ب 700 جنيه او كنت بتاخدها من عندي ب 600 جنيه هدالك ب 240 جنيه، هدالك ب 160 جنيه. بفضل الله شغل تصنيعنا. وهديك القطعه. بطلع الشغل ده هدايا اليومين دول، بوزع منه هدايا عشان الزبون يروح يجرب ويلبس، عشان الزبون يجرب ويغسل، عشان الزبون يشوف شكله ويشوف خامته، يشوفها في الحر عامله معاه ازاي. القطعه خامه وجوده وسعر بامر الله، ومش هنسيبكم غير لما نرضيكم. القطعه دي انا عايز اكسبها العروسه تجربها. يلا. تشوفها في اللبس وتشوفها في الغسيل. يلا. مين اللي هتكسبها؟ مين سعيدة الحظ؟ قلنا عشان تكسبي معانا تعملي ايه؟ قلوب كتير ومنشنات وتصلي على سيدنا النبي. وعلى عينك يا تاجر. نعم للمصداقيه، مش اي اكونت والسلام. تعالى جيت عشان تكسبي. افضلي اعملي قلوب كتير ومنشني لاختك وصاحبتك. قلوب كتير وتمنشني لاختك وصاحبتك. زي مين اللي هتكسب معانا دلوقتي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. عايزين منشنات. مين اللي بيواتش كده؟ مستر مين؟ استاذه مرام حسن. مبروك عليك. مبروك مبروك. 10 جنيه. هناخد رقم حضرتك على الكاشير، هنكلمك بعد ما تمشي بيوم او يومين، هنقول لك الخامه حلوه، الموديل حلو عليكي، غسلتها ولا لسه، الطباعه جميله، هناخد رايك وهتاخدي سعرها. ولو عرفتي سعرها كام، ولو عايزه زيها هتاخديها بكام؟ سعرها كام؟ كام دي؟ 200 هتلاقي اسعار اصلا الشغل بتاعنا 160 200 240. هتلاقي اسعار كلها ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. بنوفر لك ال 50 وال 100 وال 200 وال 300 اللي بتاخد مننا وبنديها لك انت. صلي على سيدنا النبي. مستر مصطفى منور اللايف. مستر مصطفى هيكل. مستر مصطفى قاعد في البيت. مصطفى شايل البطانيه. صلي على سيدنا النبي. بعد الاذن معاليكي، زي ما انا عندي ب 100 وعندي ب 150 وعندي ب 200 وعندي ب 300، انا عندي حاجات برضه هاي، عندي حاجات برضه عاليه، عندي شغل تركي بيتباع بره ب 1000 ونص و2000 جنيه و3000 جنيه. بص بقى الشغل. اللهم صل على رسول الله. بص البنطلون وبص على البادي بتاعها. دي بيجامه تركي بتتحط على شماعه بره في اي محل فيك يا مصر، ومش اي حد بيقدر يدخل حته زي دي، لان الحته دي واخده خامه واخده شغل واخده طباعه واخده تكلفه واخده تصدير. فالقطعه دي بتتحط على الشماعه وبتتباع بكام؟ كام؟ 1000 ونص 2000 2000 ونص. انت بتقول كلام وخلاص؟ انت بتهرتل؟ لا يا حبيبي. خليني اخر ايه؟ خش محل محترم زي محلاتنا وشوف البيجامات المحطوطه على الشماعه واسمعي سعر القطعه دي بكام.
طب هل انت مثلا من يعني سعرها قليل عشان خاطر ان انت الدور اللي هناك ده؟ لا، انا في عروسه نفسها تلبس حاجه تركي، في عروسه ما معهاش فلوس التركي حاليا، انا موجود عشان اوفرها لك بنسبه بسيطه بربح بسيط يساعدك ان انت تشتريها ويساعدك ان انت تلبسيها. بص الجمال، اللهم بارك. بص البنطلون وبص على الطب. ايه ده؟ بص الجمال، ايه الطباعه دي؟ بص الخامه، اعلى تجهيز في مصر باعلى تجهيز في تركيا كلها. قطعه بتتكلم عن نفسها. نخش على الموديل اللي بعده. وريني. تعرفي ان انا بفتح لك عينه من الكوليكشن الموجود، يعني انا فتحت لك موديلين، البارتيشن ده كله تركي، فعندي بقى التشكيل عندنا كبير والكميات عندنا اكبر. بص الخامه عامله ازاي، اللهم بارك. الكوليكشن ده فين؟ مدينه نصر. ايه البنطلون ده؟ التحرير. جيب المكسر. وريني كده الوايت ليج، مملوك السعاده. وريني الوايت ليج في البيت، السعاده. وريني ده. بص الشغل، ايه ده؟ رجل الفيل دي. بص الشغل، اللهم صل على سيدنا النبي. قطعه زي دي بتتحط على شماعه وبتتباع بكام؟ كام؟ ب 2000 جنيه. مسافره. تعالى لي اللي بعده. بص على الجمال، اللهم صل على سيدنا النبي، يا بركه الصلاه على رسول الله. بص الشغل، بص البنطلون وبص على البادي بتاعها. اللهم بارك. النضاره دي حدثه وعدسه، القطعه عامله ازاي؟ حدثه وعدسه دي، حدثه وعدسه. هنخليكي ملكه في بيتك، هنفرحك وهنسعدك. عايزه اي حاجه في جهازك موجود، نص كم، خريفي، حماله، شورت، كاش، عايزه ب 100، عايزه ب 500، عايزه ب 1000، مش هنسيبك، احنا موجودين وهنموت عليكي. طب بقول لك ايه؟ انا جاي لك، انا جاي لك. كوليكشن بسمه، كوليكشن جديد وموديلات جديده واسعار مفيش بعد كده. ارخص واحد بيبيع في مصر كلها كوليكشن بسمه. ليه؟ لان الخال الايه؟ يفرح عرايسه. الايه؟ الخال الايه؟ عايز يفرح عرايس الموجي. ايوه بص على الكوليكشن. ايوه يا خال. متاح في الفرع النهارده. بصي وصلي على رسول الله. بص الجمال، هذا البنطلون بتاع البيجامه وهذا التوب بتاع البيجامه. ايه ده؟ صاحب مصنعها بيقول الحاجات دي رزق عرايس الموجي يتهنوا بيهم كخامه وكجوده وكسعر. صاحبها بيقول لك مطلع زكاتها، يعني هتلبسيها وهتغسليها وهتعينيها. بص الشغل، اللهم صل على سيدنا النبي. كوليكشن كبير، كل موديل متاح منه مقاسات ميديوم لارج اكس 2، ومتاح عندك البيج سايز من اول 3 اكس لحد 7 اكس. بص التشكيل وصلي على سيدنا النبي. هذا البنطلون بتاع البيجامه ومعاكي التوب بتاع البيجامه. طب ليه المصنع ده بينافس وبقوه؟ لان خاماته كلها مستورده، خاماته كلها بتتصنع ليه خصيصا. مش حد بيجيب لك مثلا توب موجود في السوق ولا بيجيب لك حته قماشه من هنا. كل قطعه بيفتحها لك تجهيزها وجبرها وتطريزها واكسسوارها حاوياتها في مصنعه جوه. معموله بالحب، قطعه واخده شغل، معموله بالحب، قطعه واخده تكاليف وسعرها هيساعدك ان انت تلبسيها. ليه؟ لان المطبخ كله في مكان واحد، الشغل كله خاماته مستورده، اكسسواراته كلها مستورده، طباعته، تقفيله، شغل كله تقفيل تركي. حاجه اللهم بارك. كوليكشن كبير وكوليكشن مفيش بعد كده. عايزين نكسب، اديني بيجامتين كده من تصنيعنا. الله يبارك لك. تعالى بص القطعه دي، وريني. ده تصنيع مين؟ ملوك السعاده، شغلنا. طب احنا صنعناه ليه؟ عشان نديك السعر الحنين. ما دي بتتباع دلوقتي ب 450 جنيه، لما اقول لك سعرها النص عندي يبقى انا عايز افرحك، عايز البسك حته شيك في البيت وما تدفعيش فيها كتير. طب مين اللي هتكسبها؟ قلنا اهو، اللي هتكسب القطعه دي تعمل ايه؟ قلوب كتير وتمنشي لاختها وصاحبتها، قلوب كتير وتمنشي لاختها وصاحبتها. نخرج وندخل. احنا فين؟ مدينة نصر، مدينة نصر، ناصية كشري التحرير بجراح حضرموت والصمار. ملوك السعادة عباس العقاد هنخليه واقف على رجل. بص الشغل، دي الهدية اللي جاية دلوقتي. مين اللي هتكسبها؟ تعالالي. قلنا اهو قلوب كتير وتمنشي لاختك وصاحبتك. مين اللي هتكسب؟ وريني. مين سعادة الحظ؟ وريني. مين اللي نقول لها مبروك عليكي؟ مين؟ أستاذة بسنت علاء. الف مبروك. بسنت علاء، مبروك. القطعة دي تدفع 10 جنيه وتاخديها. طب نعمل ايه بعد كده؟ هنستأذنك في رقم تليفوني، هتروحي البيت بعدها بيوم يومين هنكلمك
خاماتها ايه رايك فيها؟ طب ممكن تغسليها؟ طب شكلها عليك عامل ايه؟ طب انا هسالك ليه؟ لان القطعه دي احنا عاملينها بكل حب وسعرها نازل عرض لكل عروسه، فاحنا مش هنسيبك الا لما ناخد رايك فيها. ولو احنا مش واثقين ان خامتها وطبيعتها وستايلها مش عالي وحاجه كويسه مش هنكلمك اصلا. طبعا امال. مبروك عليكي. تعالى لي طقم ليله العمر. اه طارق عباس العقاد. اول واحد فيك يا مصر، اول واحد فيك يا جمهوريه، اول واحد همه ان هو يفرحك ويسعدك ويقول لك طقم ليله العمر اللي بيتباع ب 700 ب 250 جنيه. ووسام احطه على صدري ان في ناس النهارده قللت في سعره وقالت ال 250 جنيه، وهدفهم بس ان يقول لك ان اللي عنده مش موجود عند حد وما بيعملكش حاجه غريبه. بفضل الله انا مبسوط لما الناس كلها حواليا تنزل ده ل 250، ولو في حد عارف ينزله ل 230 جنيه انا اسقف له واقول له ربنا يبارك لك ان انت بتساعد. بس فضل الله مين اللي بدأ؟ مين اللي كان همه انه يفرحك؟ العبد لله. هدفنا تيسير امور. لما اقول لك ان القطعه دي ب 250 جنيه وتلاقي محلات مصر كلها تقول لك ب 250 جنيه يبقى الرساله وصلت. كله ينزل، كله يخف ايده. نمبر 1. كله اللي عمال يرزع يهدى بقى. نمبر 1 اهو ب 250 جنيه. انا عايز واحد بكره يقول 220 جنيه ويروح خدي منه. استفادي استفادي. هنخش في العربيات امتى؟ استفادي. انا عايز واحد يطلع يقول لك ب 200 جنيه خدي منه. هبيع على ب 50 جنيه. استفادي. بص الشغل ب 250 جنيه ما فيهوش مكسب غير دعوتين. ربنا يبارك لك وربنا يرحم والدك. عندك منه الابيض وعندك منه الالوان. كميات الحمد لله. فضل الله. ما بنتكلمش عن نفسنا. فضل الله. خلصي بس. ده يخلص بس وبيجي زيه 3 4 مرات من مخازن ايه على مدار اليوم ب 250 جنيه. الناس بتقول لك انت فين؟ انت فين؟ فرعنا. هتتصدمي ان الفرع ده في عباس العقاد. تخيلي. هتتخيلي ان انت ممكن تاخدي طقم زي ده بتجيبيه من عند ايا يكن كان مين او جنسيته بكام. قطعه زي دي انا بقول لك ب 250 جنيه في مدينه نصر، ب 250 جنيه في عباس العقاد، في ازهى شوارع مصر. 250 جنيه. ولا هدف ان انا اذي حد ولا هدفي ان انا اراضي حد. هدفي ان اللي ما معهاش غير 250 جنيه تلبس. هدفي ان اللي معاها 1000 جنيه تلبس. هدفي اللي عايزه تقفل دولابها تجيب وتلبس. ده كل همنا وهدفنا. انما حد بيبيع ب 1000 و1000 ونص الله يرزقه. انت بتتعامل مع فئه معينه خليك قاعد معاها. احنا بتوع الناس اللي على قد حالها. تمام؟ بنقول ب 250 جنيه. ولو واحد طلع النهارده او بكره بعدي وقال لك ب 200 جنيه اوعي تسيبيه، روح جيبي منه على طول. لقطه. جيبيه. لقطه ولقطه وكل حاجه. طب حاجه زي دي بالخامه دي بالستايل دي الايتي اقل جيبيه. احنا بفضل الله هدفنا ان احنا نهدي الاسعار. لو في حد عايز ينافسنا وعايز ينزل في سعره روح الحقي منه، شيل اللي عنده كله. يا باشا يلا. 250 جنيه ما فيهوش غير 5 جنيه، فلو هينزل لك عن كده فهو هيخسر. هو هيخسر من جيبه بس انت مستفاده. الحقي 250 جنيه ابيض والوان. طقم ليله العمر. الستان البرايت عندك منه الابيض وعندك منه الالوان قصير وطويل. الطقم الطويل يبقى انت عندك كوليكشن كبير قوي القصير وعندك كوليكشن كبير قوي في الطويل. مش هنسيبك لما نفرحك. هلزات يوميا اسبوعيا كميات تكرار. ليه؟ كنا بنستلمه بكام؟ وفرناه لك نص سعره، بقينا احنا اللي بنصنعه. الفترة اللي جاية بعون الله يا رب ودعواتكم معانا مش هنسيب فتلاية في الفرع غير ما ضمنكم تصنيع انا. قماشها مستورد حاويات يجي باسم انا. ليه؟ لان انا بروح استلمها من التاجر القطعه ب 500 جنيه ولما باجي اصنعها بتتكلف 200 جنيه فبدالك ب 230 جنيه. انا كده النص. فانا فضل الله اليومين اللي جايين على قد ما اقدر كل اللي هتشوفيه في الفرع ده هيبقى بالتيكت بتاعنا. بالتيكت بتاعنا عامة. كوليكشن كبير وكوليكشن جبار. الاسعار بره بقت صعبة. المصانع بيسلمونا باسعار رخمة. ناس اقول لك على حاجة الا من رحم ربي. لو جينا نشوف ان احنا بنتعامل مع 100 تاجر بنلاقي 10 بس اللي بيسعر بتسعير يراضي ربنا، وتلاقي الباقي كله ماشي في وجهة الايه؟ الدولار مش الدولار، الدبلره، الحفاظ على راس المال، الشغل اللي هي شغل ايه؟ اللعبكه ده.
مش كل التجار، بس في بعض التجار احنا بنتعامل معاه والله اسلكوا بقى. والله العظيم بيسلمونا بسعر السنه اللي فاتت لحد النهارده من غير ما اذكر اسمائهم. هم معروفين في السوق مين، وفي ناس ربنا موجود بقى مفيش اللي غلا محدش عايز ينزل جنيه. فاحنا على قد ما نقدر المنتج اللي هنشوفه مطلوب في السوق هنعمله، هنضربه لحد ما الناس تهدي ايديها شويه، الناس تخف شويه، الناس ظروفها صعبه، كله يخاف على الناس شويه. احنا محطوطين في حته جهاز عروسه، كميات، اهدوا شويه، بدل الرأس مفيش بعد كده. استاذ مصطفى عامل معانا شغل، كميات بتيجي اسبوعيه فضل الله، اكبر تشكيل واقوى تشكيل بدل الرأس. وزي ما قلت لك غايب جسما حاضر اسما. القطعه دي مستر مصطفى، القطعه دي ما ينفعش ما تكونش في دولابك، قطعه خيال، والسعر بتاعها اقل من بره 150 جنيه في القطعه. مستريح 150 جنيه في القطعه. مستريح. عباياتك بالراحه بقى، عايزين نكسب يا جدعان، بالراحه بقى. عايزين نكسب يا جدعان، نخرج وندخل، عايزين نكسب. هو مؤمن ماله؟ نخرج وندخل. هو فين موبايله ماله يا جدعان؟ اهو عشان تكسبي معانا تعملي ايه؟ فصل، تعملي فصل. يلا هات لي موبايل تاني. هات موبايل. موبايل من جوه. صلي على رسول الله، صلي على سيدنا النبي. قطعه مفتوحه بكيسها، يعني ايه؟ لسه جايه من مصنعها طازه. بتيكت مين؟ بتيكت العبد لله، بتيكت ملوك السعاده. قطعه لسه جايه بكيسها، متصنعه خصيصا مش للموجي، لملكات الموجي. بكره في فرع مدينه نصر، بكره في عباس العقاد. قطعه بتاخديها من اي حد بره 400 جنيه، 350 جنيه، انا بقول لك ب 200 جنيه. ايه؟ ب 200 جنيه اهي بكيساتها اهي، بكيساتها. اللهم بارك. بكره في فرع مدينه نصر، بكره في فرع عباس العقاد، بكره عشان نفرحك ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. اللي بعده اهو، بص اللهم صل على سيدنا النبي اهي بكره بكام؟ ب 200 جنيه. اللهم صل على سيدنا النبي. الشغل ده بنعمله عشان نرضيكي. طب يا استاذ موجي هل كله ب 200؟ لا، عندي قطعه زي دي هتلاقي سعرها مختلف. طب ما انا عايز اعرف سعرها، مش هينفع اقول لك سعرها. القطعه دي هتلاقيها بره بارقام، فلما اقول لك سعرها يبقى انا بصدم صاحب مصنعها وبصدم الراجل اللي اللي عنده زيها. كل واحد يسعر زي ما هو عايز. لفي بره يخليني اخر واحد. انا بقول لك القطعه دي بجيبها عندي في الفرع عشان افرحك بيها واسعدك، مش عشان اضر بيها حد. فالموديل ده، الخامه دي، الستايل ده هتلاقي اقل من بره 150 و 200 جنيه. انا كذاب لحد ما انت تسالي بره. سيبك من اللي انا بقوله يا ست، انا بضحك عليكي. انا راجل بتاع كلام، هو الكلام بفلوس؟ انا بقول لك ان القطعه دي بتتباع بره ازيد مني 150 جنيه يا ست، انا كذاب. روحي اسالي بره، خدها سكرين شوت اهي اهو، خدها سكرين شوت تبين، وروحي بره، ولو لقيت القطعه دي بره اسالي على سعرها. بس اهم حاجه عشان نكون ماشيين مع بعض بموعد الله، تكون نفس الخامه، ما يكونش موديل مضروب، تكون نفس الخامه. هتعرفي ازاي دي مش بتاعتي، ماليش فيه. تكون نفس الخامه دي، تعالى، يكون نفس التدريس ده، يكون نفس الفينش ده، تمام؟ روحي واسالي عليها. مفيش حد بيحط 20 جنيه في الحته، محدش بيحط 30 جنيه، كله 30%، 20%، كله بيحط نسب مئويه. احنا جيل جديد، احنا ما حضرناش النسب المئويه. افهمك، احنا شباب. الناس بتاعت زمان كانت متعوده 20 30 40%، انما احنا شباب 20 جنيه 30 جنيه نبقى مرضيين. العبايات العبايات اللي مصر كلها بتدور عليها، العبايات اللي مش موجوده. تعالى، شغل مستورد، دي خامتها مستورده جايه من بره من الصين، حصل. خامتها عاليه، البابا بتاعها ابونا كلنا. قطعه خامتها هتاخديها، سيبك من الكش وسيبك من الكلام ده كله. بص الشغل عامل ازاي، اللهم بارك. بص القطعه اللي عايزه العبايات الفضفاضه، العبايات المقاسات الامهات جبناها لك بخامه مستورده من ايه؟ من قلب مصنعها، من خير الطبيعه. تعالى من خير الطبيعه. بص الشغل، اللهم صل على سيدنا النبي. بص الجمال، ايه ده؟ اللهم بارك. بص الدريسات عامله ازاي، ده عينات. احنا بنعرض لك عينات من متاح في فرع في مدينه نصر. اللهم صل على سيدنا النبي.
طب انت ما بتعرضناش اللانجري اللي موجود في الفرع ليه؟ اللانجري اللي عندي ما ينفعش يتعرض. ما ينفعش يتعرض. يعني قطعه زي ده اعرضها لك ازاي؟ يصلي على سيدنا النبي. موديل زي ده اعرضه لك ازاي؟ على بلاطه صلى على سيدنا النبي. شغل بلاي بيبي موجود عند الدنيا كلها. شغل جنى موت موجود عند الدنيا كلها. الشغل ده موجود عند الدنيا كلها، تمام؟ الشغل ده موجود عند الدنيا كلها في اللانجري، بس الفكره في السعر. في سعره. تعالي عندي ده ما في، مش هتلاقي منه مضروب في السوق. شوف السعر دي بره بكام وتعالي اسالي عندي. تعال شغل مستورد، اسمعي سعره في السوق وتعالي اسمعها عندي. على هنا يا تاجر مفيش اهو. اللي هيجي يفتح بقه ويقول لي سعر غالي احط ايدي الاتنين في عينه. انا بقول لك نسبتي 10 و20 و30 جنيه، اللي بيحط 30 و40% انا ماليش دعوه بيه. طب انت ما انت كده بتاذي ناس. لا يا باشا، انا ما باذيش ناس، انا براضي ناس. براضي الناس ما معاش فلوس. انا هدفي الناس اللي سيوتها على قدها، الراجل اللي بياخد 3 4000 جنيه وبيجهز بنته، ده كل هدفي. انما تقول لي بقى الناس بتدفع ايجارات ومش هتدفع ايجارات، اللي مالوش في الايجار ما ياخدش في مكان كبير، يتلم في جنب زيي. انا واخد في جانبي مش واخد عمومي، عشان الم نفسي اقف اراضي الناس. هتاخد وتدفع بره زي دم قلبك؟ هتحلب بقى الناس بقى؟ لا اهي. انا هدف الناس اللي بتجهز نفسها، هدف الناس اللي ما معاش غير 3 4000 جنيه، هتاخد القطعه دي بكل حب وسعرها اقل من بره الضعف. بقول لك الشغل ده اهو ب 200 جنيه. ما كلام اهو عملي. مين هيديكي حته زي دي ب 200 جنيه؟ بجد والله. تعال اهو التيكت بتاعه. ما هو شغلي بقى الحمد لله. انا بقول لك انا هفضل لحد ما المكان ده كله يكون خط تصنيعنا فقط، مش هندخل فتلاقي غير ما يكون طالع من تحت ايدينا، عشان احنا بنوفر وما بنحطش في جيبنا. احنا بنوفر ونديك انت، بنوفر ونقول لك مبروك عليكي. بص الشغل عامل ازاي، وشغل ايه ب 200 جنيه. اللهم بارك. بص التفاصيل. والكلام ده فين؟ الكلام ده في مدينه نصر. ايه الكلام ده فين؟ في عباس العقاد. يعني انت مش هتعمل زي اللي موجودين في عباس العقاد وتضرب، لا. ده انا لو حتى فتحت لك في وسط البلد واقسم بالله هبيع لك بنفس الاسعار. بص الشغل عامل ازاي. انا الحنين. انا مش بتاع اماكن، بفضل الله. طالما مرضيه وطالما بنجيب مصايفنا وبناكل فول وطعميه زيكم، جبرت اترضت ب 160 جنيه. 185 جنيه. بص الشغل بص عامل ازاي. هشتري محل الطعميه كله. بص الدرس عامل ازاي. اللهم صل على سيدنا النبي. بفضل الله هدفنا تيسير الامور. بص بكستها اللهم بارك. مش عايزين ننسى. ده انت عندك اشكال بقى. مش عايزين ننسى بس ان بكره في فرع مدينه نصر عاملين لك باكج جبار. ما ينفعش انت كعروسه ما تستفيدش بيه. عباره 9 بيجامات صيفي قطن. 9 قطع. 9 في 400 بكام؟ على 9 في 4 الواحد بقاله كتير ما صح؟ شغل الكمبيوتر اللي عندك كده. 9 قطع بيجامات في 400 مثلا 3600 بس. يعني انا بقول لك اكل روشه يا فوده تتكلف ايه كام؟ ده؟ بص على دي. انا بقول لك 9 بيجامات بيتباعوا بره، اللي بتتباع ب 500 ب 600 ب 400 ب 3000 وكام؟ 600. 3600 جنيه. لما حد يعمل لك عليهم عرض هيوصلهم لك بكام؟ 3000 جنيه مثلا. يبقى هو كده عامل لك خايب لك الدنيا وخسران. بقول لك بكره في فرع مدينه نصر في عباس العقاد في اجمل شوارع مصر 9 بيجامات صيفي قطن نص كم ب 1500 جنيه. الواحد واقف على كام كده؟ 500 جنيه ما جابتش حق 200 جنيه. الواحد يا جدع ما جابتش 200 والله جنيه. ما جابت 200 جنيه. يا عم ولا حتى جابت 170 والله. طب ما صلى على الرسول. 166 166 بالظبط يا صاحبي. يعني انا بقول لك 9 بيجامات صيفي بكره في فرع مدينه نصر ب 1500 جنيه. يبقى انا اللي عمال اقول له ده كله بقى لي نص ساعه عايز اجيبك وخلاص بشتغل الناس. انا لا والله الحمد لله هدفنا ونيتنا نراضيكي، هو ربنا اللي بييسرها. ربنا بيوقف لنا اولاد الحلال. ما احنا مش هنقف جنبكم وربنا مش هيقف جنبنا. ما احنا هدفنا اهو. احنا لو هدفنا ان احنا نأذي ربنا مش هيوقف لنا حد معانا وهنتأذى. بس يعني النية لله ان احنا ما نأذيش حد. احنا نيتنا ان الناس كلها تلبس، الناس كلها تتراضى. ناس بقى واخده فكره تقول لك ايه، طب ما انت كده بتضر اصحاب المحلات. طب ما اصحاب المحلات تهدى في الاسعار، عندهم ايجارات. طب ما يتنال يقعد في جنب شويه. ما هوش قد ال 200000 جنيه ما ياخدش. اهو هاخد ايجار 200000 جنيه و150000 جنيه و100000 جنيه واقول انا اخدهم من الزبون. هو الزبون عاد لاقي ناس تهدي. خد جانبي يا عم واشتغل. راضي الناس.
ما احنا واخدين جانبه والحمد لله ربنا راضيها. اللي عايز ياخد بقى في العمومي يستحمل. اللي عايز بقى ياخد من الزبون 200 و300 و400 جنيه في القطعه عايز. ولما ينزلوا الاسعار على العمومي هطلع على العمومي. بص الجمال عامل ازاي، اللهم بارك. اللهم بارك، بص الشغل عامل ازاي. بص الجمال عامل ازاي. فاللي يقول لي انت ما انتش خايف، انت بتضر ناس، انا ما بضرش ناس. انا بساعد ناس. انت دماغك انت ان انا بضر 10 ولا 15، بس انا بساعد 2000. فلما اساعد 2000 و15 ممكن يشتكوا احسن ما 2000 ما يلبسوه. نضحي بالام عشان الجنين. هو خلاص يعني بنساعد 1.5 مليون. اللي ما معاهاش ما تشتريش حته نظيفه وحته كويسه. خلاص يعني ايه المشكله اما تبقى واحده ما معاش فلوس وتلبس حته تركي؟ خلاص التركي بقى بتاع ناس معينه. ابو قلب طيب وابو قلب كبير. خلاص ما خلاص يا جدعان، الناس اللي معاش فلوس عايزه تلبس وعايزه تفرح. بنت عروسه يتيمه يا عم، ايه المشكله ما معاش فلوس؟ ايه المشكله ما تلبسها حته حلوه؟ مستكترين على الناس اللي ما معاش فلوس تلبس. تقول لك يا باشا مش قدها ما تشتريهاش، لا انا هخليها قدها واخليها تشتريها. وفي اي مكان عنك يا رب. وب200 جنيه. وعنك يا رب. وب200 اي جنيه. مكان وربك اللي بيسر الامور. عارف لو فتحت حتى في مول عرب هبيع لي ب 150 و200 جنيه. بقول بكره في فرع مدينه نصر، بكره فرع عباس العقاد 9 قطع ب 1500 جنيه. ده عرض العرايس. وعندك عباياتك بادئه بكره في الفرع من 200 جنيه. هتيجي هتلاقي ب 200 وب 300 و500 وب 1000. طب انت بتقول لي بتطرديني ازاي؟ القطعه اللي عندي ب 1000 اسال على بره. هتلاقي عندي حاجه ب 1000 بس بتتباع بقى ب 2000 جنيه. فانا بجيب لك ابو 2000 ادور ب 1000 جنيه. بجيب لك ابو 1000 بدور ب 500 جنيه. بجيب لك ابو 500 بدور ب 300 جنيه. ابو قديم وده يا حاجه. وصل لك؟ انا ببدا معاكي بسعر حنين ال 150 وال 200 جنيه ان هو ايه يديكي امل ان انت تشتري. وبعد كده نبدا نعلى مع بعض، بس ده غصب عني. قطعه واقفه عليا 400 جنيه هدالك بكام؟ هدالك ب 420. غيري هيدالك ب 800. نشغل علينا مع بعض. طب حته ب 800 جنيه جمله عليا هدالك ب 830 جنيه. هجيبها من بره ب 1000 و1000 ونص. وصل لك؟ انا بجيب لك الحته وبدالك بكل سماحه اقول لك تتهني بيها مبروك عليكي. في اي فرع، منصوره، فيصل، عباس العقاد، سياسه واحده وسيستم واحد مش هيتغير. مرضيه العروسه اللي بتجهز نفسها. بكره في فرع عباس العقاد بيجاماتك بادئه 130 و 150 حاليا. بيجامات بقى 100 جنيه. بيجامات جنيه. في عندك 100 بيجامه شورتي يا باشا. اطلع معايا واحده كده 100 120 و120 150 وعندك 150 و180. طلع اصل يبقى انت عندك في فرع عباس العقاد عندك ب 100 و120. هتقولي لي ابو 100 جنيه مش حلو، بس حلو للناس ثانيه. خلينا بقى مقتنعين بقى. واحده تقول لك ابو 100 جنيه مش جاي معايا. طب ايه المشكله؟ في واحده ثانيه معاش ب 100 جنيه هتبقى طايره بقى الفرح. هتطير. ايه المشكله اما اوديها ولا انا عندي ب 100 جنيه؟ انا عندي حاجه ثانيه 130. هتقولي لي مش عاجبني ب 130، اقول لك ب 150. اقول لك عندي ب 200 جنيه. عايزه 500، امكانياتك 1000، امكانياتك 2000. خلاص ايه المشكله؟ شوف انت رايحه فين واحنا جايين معاكي. هي العروسه اللي شايفه 1000 جنيه دي شايفاها غاليه عليها. 1000 جنيه ليه؟ مش عايزاها. وانت كواحده ثانيه بتشوفها 100 جنيه بس هي لما تمسك ال 100 بتفرح بيها لان معاش غير 100 جنيه. نراضيهم. فانت امكانياتك 100، 150، 500، 1000، 2000 موجود عندي كل حاجه والحمد لله. معادله صعبه محدش بيحققها. يا اما كله يشتغل مع الناس الواو ويدوا 2000 و4000 زي ما بنشوف في المولات، يا اما 5000 و6000 وده بيتعامل مع فئه، يا اما واحد تاني شغال شعبي وبس 50 جنيه و30 جنيه وحاجات تحت السلم. لا انا بقول لك ده وده هنا في مكان واحد سواء في اي فرع من فروعنا. بيجاماتك بادئه 100 وانت طالعه، عبايتك بادئه من 200 جنيه، لانجوياتك هنا اسعارها بفضل الله بقول لك طالما صباحيه ب 250 جنيه فاكيد اللانج عندي بكام؟ مفيش بعد كده. انت فين حاليا؟ مدينه نصر. انزلي عباس العقاد واقف عند كشري التحرير واسالي على ملوك السعاده. خش الشارع بتاعه هتلاقي الفرع كده ايه؟ الصوره بتاعتي كده كبيره كده الحمد لله. مالكيش دعوه بالديسكو اللي تحت. تمام؟ مدينه نصر عباس العقاد مول الموجة السعاده. مدينه نصر عباس العقاد مول الموجة السعاده. بكره هنستناكم. 9 قطع بقى. ابو قديم والله يديمه. عبايه ب 200 جنيه. لانجياتك بيبقى من طقم صحيه ب 250 جنيه. الساعة 12 بكره فرع عباس بيفتح من عشان في ناس 12 بتيجي في الساعة 10 من 12 فروع القاهرة لحد عامة 11 فروع القاهرة عشان بس نبقى مع بعض. الكهرويه بتوع الليل واخره. الكهرويه بتوع الليل واخره تمام. ففروع القاهره بتفتح من 12 لحد 11. فرع القاهره سواء فيصل او عباس العقاد بيفتح من 12 لحد 11 لانه ما بينزلوش غير بالليل. في حي حبوا حبوا الطراوه حلوه برضه.
تعرفش. انما احنا في المنصوره احنا من الساعه 10 الصبح بشوات في المنصوره من 10 لحد الساعه 1 بالليل لو عايزه معاكي مش هسيبك. المنصوره الوحيد اللي بيفتح من 10 لحد الساعه 12 بالليل 11 بالليل معاكم مفيش اي معلش مشكله. عشان الناس بس بتقول عدي للمواعيد على البيدج بعد اذنك حطها بالبونت العريض كده مدينه نصر وفيصل بس وعشان مش عشان خاطرنا مش خاطر فالناس الحي والناس اللي بتيجي خليكي تقعد فاهمانة تستنى يا في حاجة. الشمس. انا عامه بروح ايام اهوت القاهره فروع بتفتح من 12 والمنصوره بيفتح من 10 لحد 11 كله منتظرينكم.